لو انت كوتش وكان عندك تصور وردي ان انت اول ما هتاخد شهادة الكوتشنج اللي هتكون دافع فيها رقم محترم وذاكرت كتير، وكنت متخيل ان انت مجرد اسمك او مجرد ان انت الباشن بتاعك انك انت تبقى كوتش، بتصطدم بأرض الواقع ان الموضوع مش بالبساطة دي. انت بتحب ان انت تكون كوتش، بتحب تدرس، ولكن النجاح في البيزنس ده حاجة تانية خالص. المنتج عليه 20% والتسويق عليه 80%. ودي المعلومة اللي ناس كتيرة لما بتيجي داخلة مجال الكوتشنج ما بتبقاش منتبهة ليها. هي بتبقى مركزة في حاجة واحدة: انا كوتش وبحب اوصل معلومات قيمة للناس، وبحب اني اكون مؤثر في الناس. ولكن حتة التسويق والبزنس دي حاجة مش بتستهويني حاجة خالص، حاجة دمها تقيل على قلبي. انا في الكورس ده او في المحاضرة دي هعرفك ايه الطرق اللي هتختصر معاك سكة طويلة جدا من التسويق وكتابة المحتوى وال والكونتنت والقصة دي كلها. خليك معايا بس خطوة بخطوة علشان نوصل مع بعض، نبقى شايفين البلان كلها بوضوح اكتر. انا مين؟ للي ما يعرفنيش، انا امل نصحي، بزنس كوتش، حاصلة على ماجستير ادارة اعمال من جامعة القاهرة. كنت مديرة مبيعات اكبر شركات تكييف في مصر. عندي 5 كورسات على منصة يوديمي بفضل الله، كلهم معديين 4.5 نجمة. وبفضل الله من الترشيحات الأولى على المنصة. وده أول سر هتعرفه معايا: انت علشان تنجح في تسويقك للكورسات لازم تكون انت الترشيح الأول على المنصة، أو الأول عامة، أو الاختيار الأول عند العميل. طب ازاي ده يتعمل؟ تعال نشوف مع بعض. ليه الكوتشنج؟ اولا انا عايزه اقول لكم ان انتوا فعلا محظوظين، كلنا محظوظين. we are blessed. فعلا احنا محظوظين ان احنا في عصر النت والاي اي، لان الكوتشنج مش بس مهنه لذيذه، ولكن مهنه آم يعني سهل تتعمل. ليه؟ لان انت بتحط فيها وقت ومجهود مرة واحدة، ولكن هي سهل جدا تتحول باسيف انكم. يعني ايه باسيف انكم؟ يعني تقدر تجيب من خلال بيعك للكورسات فلوس حتى وانت نايم. ده حقيقي جدا جدا جدا، ودي اكتر صناعة فعلا بتصنع الثروة في الوقت الحالي. وكمان فعلا في ناس بتقدر تعمل ارقام بال6 ارقام واكتر من مجرد ان هي عندها معلومات وعرفت توصلها وتسوقها صح. تعال نشوف شوية احصائيات كده عن عالم الكوتشنج. اول حاجة بنشوف ان هي زادت بنسبة 7، يعني في مبيعات بتحصل 7 مليار دولار في السنة، يعني نمو سنوي رهيب. اوكي، دي اول حاجة. وما زالت التصاعد مستمر، يعني الديماند فيها عالي جدا والارباح فيها عالية جدا، يعني مطلوبة. دي اهم حاجة في البيزنس، الديماند. اوكي، تاني حاجة، دي ده اللي انا قلته ده كان الجود نيوز. الباد نيوز بقى ان 10% بس من الكوتشز بيعرفوا ينجحوا ويحققوا دخل وبزنس قوي. طيب، كون ان انت بتحضر معايا النهاردة فانت وارد جدا تكون من 10% فعلا اللي تقدر تعمل بزنس ناجح وقوي من الكوتش. تعال نشوف بره مصنفين الكوتشز ايه وحاطينه في انهي كاتيجوري. اول حاجة في، او اقل حاجة بتجيب فلوس او يعني تحت خالص، هو البيزنس مان. البيزنس مان بيجيب حاجة، فلنفترض بيجيب ليمونة ب$0.5 وبيعملها عصير، فبتبقى ب4.5 دولار. هو كسب كده $3. يطلع بقى ليفل اعلى، لا احنا هنجيب بقى، هنبقى انتربرينور، يبقى نعمل براند بقى. ما احنا مش هنبيع عصير عادي كده في محل العصير، لا احنا هنعمل مصنع ويبقى له براند ويبقى له اسم، وده اسمه الانتربرينور. الاعلى بقى من كده الانفيوبيونير.
اللي هو course on how to create a smooth brand. يعني تعالى اعلمك ازاي بقى تبقى انتربرينور. وده بقى بدل ما هتكسب في الانتربرينور دي ارقام صغيره، لا انت هتاخد على كل واحد مثلا $150. فانت ضربت المكسب بتاع البيزنس مان في 20 في ارقام كبيره جدا. الاعلى من كده بصرف النظر عن ان هم مسمينه اسم مش عايزه اقوله يعني، طبعا استغفر الله العظيم. الليفل اللي بعد كده اللي هو تعالى اعلمك ككوتش ازاي تبقى كوتش، تعلم الناس ريادة الاعمال لحد بقى ما الفوركس والكلام ده كله. فقد ايه هو، بصوا في انهي ليفل، في الليفل 3 والليفل 4. فالكوتشنج مش بس في البيزنس ده، يعني ده المثل ده بس في البيزنس، ولكن في حاجات تانية. هي ان انت بتبيع معلومة. يعني المعلومة دي انت بتبيعها هي ل1000 واحد من غير ما كل مرة ترجع تشتريها وتبيعها تاني. رائد الأعمال مش كده، لازم كل مرة علشان يبيع المنتج لازم يرجع يشتريه ويبيعه تاني. فالموضوع مهلك ومنهك وإسراف ما بعد إسراف. فقد إيه أنت محظوظ وأنت في إيدك فعلا مصباح علاء الدين، بس لو استغليته صح. طيب، الناس بتشتري منك ليه؟ الناس بتشتري وتدفع في كورسات مع ان المحتوى المجاني موجود. ليه؟ لانك انت المنتج، انت ليك فليفر خاصة. زي مثلا في القهوة البيور العادية التركي دي موجودة في كل بيت، لكن الناس بتروح تدفع في ستاربكس ارقام محترمة بصرف النظر عن المقاطعة، علشان هي ستاربكس بقى براند. فانت المنتج، انت البراند. انت مش هتبقى حاجة عادية تقليدية زي الموجودة في كل حتة، لا انت ليك فليفر خاصة، ليك توليفة خاصة، خبرة خاصة، مريت بتجارب وسبقت ونجحت. الناس بقى عايزة تعرف الزتونة، الاختصار. ما عندهاش استعداد ترجع وتفشل نفس الفشل عشان توصل لنفس النتائج. لا، هي عايزة كوتش يقول لها ما توجعيش دماغك في الطريق ده، ليست من هذا الطريق ولكن من هذا الطريق. هو عايز يعرف الطريق اللي هيوصله من غير ما يتوه في مهاترات. اوكي، فمهم جدا تعرف الناس بتشتري منك انت تحديدا ليه. للأسف الشديد في ناس كوتشز شاطرة جدا، عندها معلومات غزيرة جدا وطريقتها في الإلقاء رائع، ولكن هي عدوة نفسها، هي اللي بتوقف نفسها بنفسها. أول حاجة لازم تكون بتقيم نفسك كويس جدا، انت واقف فين دلوقتي، ايه اللي موقفك؟ هل في معوقات داخلية؟ هل بتعاني من التشتيت من التسويف ولا من البرفكشنست؟ يعني في ناس يقولك لا انا فلان الفلاني ولما اجي انزل كورس لازم اخد الناس دي ابهرهم، لازم يعرفوا انا مين، انا مش اي حد. سيدي الصديق، عايزة اقولك ان مفيش حد بيبقى ماهر في السواقة غير لما بيمشي واحدة واحدة ويبقى خايف ومرعوب وبيتدرب. مفيش واحد بيدخل الماراثون وبيفوز فيه وهو ما تعلمش المشي حتى ويتدرب كل يوم يمشي له ساعة. انت عايز البرفكشنست لازم تمارس ولازم تتقبل ده بصدر رحب. وفلان وعلان اللي حضرتك مستنيهم ينبهروا هم اساسا انت مش في دماغهم، هم مشغولين بمشاكلهم ومسحولين في تحدياتهم وفي احباطات الحياة. يعني معظم الناس اللي بتيجي تقول لي انا واقفة في الحتة دي عشان عايزة كل حاجة تطلع مظبوطة، بيبقى في دماغها وفي الخلفية كده علشان فلان ينبهر بيا وعشان طنط علانة دي ما تقولش عليا. لازم تشوف ان الناس، انت مش محور الكون. اغلط عادي، كلنا بنغلط. الكورس اللي انت بتقدمه اول مرة مش هيبقى احسن كورس، لكن كل مرة انت هتتفوق على نفسك وهتلاقي نفسك احسن من الاول. لكن عشان تبدأ انك تكون احسن فتنافس، فده مش هيحصل. لازم تقيم نفسك وتعمل المراية كده مع نفسك،
هو ايه اللي جوه بايظ علشان تصلحه، علشان حرام تضيع المعلومات القيمة والمجهود اللي انت تعبت فيه وبأغلى. انت بتدفع أغلى تمن اللي هو وقتك ومجهودك في حاجات بخسة جدا وملهاش معنى ولا تمن. تاني حاجة بتعطلك اللي هو قلة المهارات. في ناس تبقى واقفة كده وستك وهي مش فاهمة هي المشكلة فين. في شوية مهارات لازم أي كوتش يتعلمها، ومهارات سهلة وبسيطة ولذيذة ودمها خفيف، اللي هو زي مثلا كتابة المحتوى، زي استخدام ال AI، زي الباوربوينت. الحاجات دي مجرد ان انت تشيل من دماغك ان انت مش هتتعلم مش عارفها، لا، اتعلمها واحدة واحدة. ما عرفتش تعلمها خد فيها كورسات، ما عرفتش لازم تمارسها، لان مفيش كوتش هيقدر يبيع الكورس بتاعه وهو مش بيكتب محتوى جيد، حتى لو مش هيسوق بالمحتوى. انت مجرد ما تقول عناصر الكورس بتاعك ده ايه، ده محتوى. لازم يكون العنوان الكورس بتاعك يشد، لازم العناوين بتاعت الكورس تشد. كل الكلام ده لازم يكون لا بديل عن مهارة كتابة المحتوى، وخصوصا لو انت كوتش. طب تاني حاجة او تالت حاجة هي نقص المعلومات. انت شاطر جدا 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 في انك عندك معلومات از كوتش، لكن عندك نقص شديد جدا في مهارات البيع والاقناع، مهارات التسويق. وهنا انا بقول لك تسويق مش بقول لك ترويج، عشان في ناس بتقول لك يعني انا قايله ازاي تبيع كورساتك بدون ترويج وتحصل على افضل نتائج، وانا اعني ذلك، ولو معايا خطوه بخطوه لاخر المحاضره هتعرف ان انا اقصد ايه بالظبط، وهتلاقي فعلا اللي انا بقوله ده مظبوط. نقص معلومات في التسويق. التسويق يعني انا ابقى عارفه قبل ما ابدا الكورس مين العميل بتاعي، ايه مشاكله، ايه الكورس بتاعي هيحل له انهي مشكله، ايه التحول اللي انا هعمله في حياته علشان يشتري مني ويدفع الثمن، ايه التغيير اللي انا قادره ان انا اغيره في حياته واخد بايده ستيب باي ستيب. لازم تكون فاهم الأول مين عميلك، ايه المشاكل اللي انت بتحلها له، تحلها له بشكل إبداعي مختلف عن الموجود، ازاي تظهر وسط الزحمة دي كلها. لازم يكون عندك معلومات في التسويق، في البيزنس، في الإقناع، في البيع. ما يبقاش عندك بلوك اصل انا بتكسف ابيع. لا، البيع انت انت بتحاول تقدم افضل حل. للاسف في بلوكات ان البيع ده، زي ما انا كنت في وقت من الاوقات قبل ما ابقى مدير المبيعات كنت فاهمه البيع ده واحد، او البياع ده واحد حلنجي عايز كده يلفلك بيع اي كلام ويدبسك فيها. لا 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 خالص. البيع ده انت بتبقى قلبك على العميل، عايز فعلا يستفاد، عايزه فعلا يفضل يطلع بافضل نتائج. لانه لما العميل يبقى راضي عنك انت معناها ان انت البيزنس بتاعك نجح. فما تحطش في دماغك انا هبيع يعني انا عيني على فلوس الناس. لا، خلي عينك على ازاي تبسط الناس وازاي الناس تستفيد، والفلوس هتيجي من غير اي حرج ومن غير اي عائد. اوكي طيب، اخر حاجة واهم حاجة هي اللي بتعيق تقدم اي رائد اعمال ان جنرال والكوتشنج بالاخص، هو الانضباط وادارة الطاقة. وانا قصدت هنا اقول ادارة الطاقة مش ادارة الوقت. ادارة الطاقة والانضباط حاجة واحدة. انت عمرك ما هتنضبط وانت مدي وقتك، اهم وقت للبزنس بتاعك، وانت اصلا لو انرجي، انت ما عندكش طاقة. انت مدي انا كل يوم همارس هشتغل على البيزنس بتاعي وانت مديله اخر ساعتين في يومك، انت ما عندكش انرجي. هتنضبط ازاي؟ هتيجي تاني يوم مش قادر، تالت يوم مش شغال. لا، لازم طالما انت قررت تبقى كوتش وقررت ان انت تدخل ريادة الاعمال as a business، لازم يكون عندك طقوس يومية في أفضل أوقات ليك في يومك. أوكي طيب، مهم جدا تبص وتسأل نفسك أنا محتاج أبدأ بإيه من الأربع حاجات دول. هل أنا محتاج بقى
اشتغل على المعوقات، واكسر التشتيت واوقف التشتيت. هل انا محتاج الاسبوع ده اتعلم مهارة المحتوى؟ هل انا عايز اتعلم شوية في التسويق؟ دور ايه اللي فعلا ناقصك وانت محتاجه، هيعمل فرق كبير، وابتدي حطه في جدولك. ولازم لازم لازم يبقى عندك طقوس يومية لبناء البيزنس الخاص بيك. طيب، قبل ما نعمل كورس وقبل ما تعمل اي خطوة لازم تكون فاهم، او نعمل زي ما حاجة اسمها ماركت ريسيرش. هو ايه الكورسات اللي موجودة في السوق دلوقتي؟ في 3 انواع للكورسات. واحد اكاديمي، اللي هو مكان بيديك شهادة عشان تشتغل بيها، ودي بتبقى اكاديميات وليها تصاريح معينة، وليها يعني موضوع كبير جدا. اوكي. الحاجة التانية اللي هو الكورسات التقليدية، وده هنا الفخ. يعني 75% من الناس اللي بتبقى عايزة تقدم كورس بتقدم كورس تقليدي ممل. يعني حد مثلا اتعلم او كوتش اتعلم التي او تي، فهوب انا هعمل كورس تي او تي. طب ايه الجديد عندك؟ ما انا ممكن ادخل على اليوتيوب واشوف 100 حد عامل تي او تي، او مثلا حد بيتكلم في الهيلث او الريليشن شيب كوتش عايز يعمل كورس عن العلاقات، ازاي تعاملي جوزك، او ازاي تصلحوا العلاقات ما بينكم. في مليون حاجة تقليدية على اليوتيوب بتتكلم محتوى مجاني عن الموضوع ده. ابعد عن اي حاجة في شبيه ليها مجاني وفي شبيه ليها تقليدي. امال تعمل ايه؟ لازم يكون عندك كورس خاص بيك انت، كورس فيه innovation، حلول مبتكرة، حلول وتحول خاص بيك انت، محدش اتكلم عنه، جاب موجود في السوق وانت مليته. يعني مثلا اتكلم على الهيلث كوتش، مثلا ناس كتيرة جدا عاملة كورسات عن ازاي تخس وقلل سعراتك ومش عارف ايه، وكلام اتحفظ في 700 فيلم هندي. لكن انت هتيجي تقول لهم لا، انا كله لازم اعرف هل انت السمنة بتاعتك دي من الاكل ولا من الكورتيزون ولا من الهرمونات؟ فلان كل واحد ليه دايت مختلف. انت كده بقيت فاهم عميلك قوي، هتقدم له حل مختلف، وبالتالي النتيجة هتكون مبهرة. الناس بتدور على ايه الجديد، ايه المختلف. يعني مثلا بلبن، البراند المعروف، ايه اللي خلى الناس تتهافت عليه وينجح نجاح مذهل زي كده؟ بيقدم منتجات جديدة، قدم حاجات جديدة، مع انه كان ممكن يبقى حد تقليدي بيقدم بسبوسة وكنافة وجاتو زي كل المحلات. يبقى طالما انت في الحتة التقليدية نجاحك صعب جدا 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 جدا، انت بتحكم بالفشل قبل ما تبدأ. ولكن لما يكون في إبداع، في جديد، في فكر جديد، في حل، في كرياتيف مختلف عن اللي موجود في السوق، انت نجاحك بيزيد وبيتصاعد. ازاي ده يحصل؟ كمل معايا للآخر. عرفنا احنا واقفين فين، وقدرنا نشوف بعينين مختلفة المشكلة فين، علشان انت تشخيصك للمشكلة 50% من حل المشكلة. هل انت اللي موقفك معوقات داخلية، معتقدات قديمة؟ هل انت بتعاني من البرفكشنست؟ هل انت عندك تشتيت؟ هل انت عندك قلة مهارات، نقص معلومات، انضباط؟ لازم تقف مع نفسك وقفة جادة جدا لو انت فعلا عايز تبقى من ال10 اللي هم بينجحوا في عالم ريادة الأعمال ويحولوا البيزنس بتاعهم من ككوتش لبيزنس فعلا يجيب لهم فلوس حتى وهم نايمين. لأن دي فعلا فعلا أذكى وأفضل صناعة في العصر الحالي. انت معاك مصباح علاء الدين، انت معاك الأداة اللي أو الفرخة اللي بتجيب لك بيضة دهب. مفيش حاجة هتجيب فعلا هتنقلك، او مفيش بيزنس احسن من انك انت تحول العلم بتاعك لبيزنس يجيب دخل
والجمال في موضوع الكورسات ازاي بقى يجيب فلوس حتى وانت نايم. الجزء اللي جاي ده عايز تركيز عالي وعايز ما تفوتش اي حاجة، علشان فعلا اسرار محدش هيقولها لك، ولكن فعلا هتفرق معاك 180 درجة في البيزنس. ناس بتدفع لي فلوس في الاستشارات عشان مجرد يعرفوا المعلومات دي. طبعا احنا هنقولها بشكل سريع علشان المحاضرة ما تطولش وعشان تستفيد اكبر استفادة. اوكي طيب، احنا اتكلمنا في الجزء الاول زي ما قلنا المعوقات الداخلية، وكمان عملنا اول خطوة اللي هو ايه اللي موجود في الماركت، او نوع من انواع الماركت ريسيرش البسيط. نيجي بقى للبعبع الكبير بتاع كل الكوتشز، التسويق. انا ماليش في التسويق، انا ما بحبش ابيع، انا التسويق ده وش ودوشة وعايز مجهود كبير. كل ده صح، ولكن احنا خلينا الاول نفهم ايه التسويق. اوكي، وهقول لك على السر اللي محدش خالص بيقوله لك. يعني كل الناس اللي موجودة في الماركت دلوقتي يقول لك تعالى واعلمك ازاي تسوق بالمحتوى، تعالى واعلمك ازاي التسويق الالكتروني والاعلانات. كل ده مش وحش، مش معترضة خالص. انا كتير جدا بستخدم اكتر من استراتيجية في بيع كورساتي، ولكن انا بقولك ان في طرق مختصرة وبتجيب نتائج افضل. اوكي، فركز معايا من فضلك. فتعال نشوف قبل ما تبدأ بقى تنفذ الكورس. انت دلوقتي عرفت ان انت لازم تعمل كورس يبقى فيه انوفيشن مختلف عن الزحمة، والاختلاف ده لوحده هو تسويق. هو ايه التسويق غير ان انت تبقى وسط الزحمة بتلفت النظر؟ اوكي، فاول حاجة لازم تعرفها مين عميلك، ايه المشكلات بتاعته، ايه التحديات، ايه الفيلير سوليوشن اللي مر بيه، ايه المخاوف بتاعته، ايه البين بوينت، ايه الرغبات بتاعته. تبتدي تدرس العميل 3D، إيه على المستوى النفسي، على المستوى الفكري، على المستوى الاجتماعي. على قد ما هتعرف وتلم معلومات عن عميلك، على قد ما هتقدم له حاجة هو يقولك ايوه كنت فين من زمان. تعال اشرح لك الموضوع ببساطة عشان تبقى قادر تفهم وجهة نظري. دلوقتي انت عايز تجيب هدية لابن اختك مثلا، اوكي، فعارف ان ابن اختك ده مغرم بميسي ومغرم بالكورة. فاول حاجة هتيجي في بالك ان انت تجيب له تيشيرت عليه صورة ميسي، او تجيب له فيفا، او حاجة ليها علاقة المهم بالكورة. هو لما هيلاقي الهدية دي هيفرح بيها ولا هيزعل؟ بديهي ومنطقي جدا هينبهر وهيفرح بيها ويقول لك يا ريتك يا خالو يعني كنت جبت لي الهديه دي من زمان. خلاص، لكن انت لو متعرفش اي حاجه عن ابن اختك ده وجبت له اي هديه والسلام، هو مش هيزعل، بس اتس اوكي تمام. نفس القصه ونفس اللقاء ده لما بتبقى فاهم عميلك، فاهم هو بيحب ايه، فاهم هو عايز ايه، وتقدمه له، فهو هتبقى انت الخيار رقم واحد عن باقي المنافسين. ليه؟ لان انت فاهم ايه مشكلته بالظبط، فاهم تحدياته، فاهم مخاوفه، وبتعمل ايه بعد فهمك ودراستك ليه؟ بتقدم له الحل العملي، ازاي يتخطى المشاكل دي علشان يعبر من من الجحيم بتاع المشاكل والتحديات اللي هو بيواجهها to the heaven، للفردوس او الجنة، اللي هو بعد ما ياخد الكورس بتاعك. واحدة عندها مشاكل في السمنة وحاولت مرة واتنين وتلاتة، وعندها تحديات ان هي مش بتعرف تعمل صيام متقطع، وعندها تحديات في كذا وكذا وكذا، وانت فهمت كل التحديات وكل حاجة، قدمت لها حلول وخطوات عملية وخبرات، خدتها في حتة تانية وحولت حياتها 180 درجة. ايه اللي هيحصل في الست دي؟ هتبقى بتتكلم عنك حلو قوي، بترشح الكورس بتاعك لناس تانية، وكمان هتدفع اي رقم انت عايزه، لان هي شافت ان انت فعلا جدير بالثقة دي. طيب، دي اول حاجة واول خطوة لازم تعملها قبل ما تأسس الكورس بتاعك. طب تعالى نشوف حاجة مهمة جدا في قبل ما العميل ياخد قرار الشراء، في حاجة اسمها باير جيرني، رحلة العميل لقرار الشراء.
ودي مهمة جدا تفهمها وجزء أساسي من التسويق، علشان أنا هقولك إزاي نختصر الطريق ده اللي محدش هيقولك إزاي ممكن تختصر الطريق ده. مش بس كده، ده انت تجيب نتائج أحسن. صح الكلام ده هنشوف مع بعض. طيب أول حاجة العميل بيكون not aware بالمشكلة، ما عندوش وعي. زي مثلا ما قلنا مثال انت هيلث كوتش وعايز تقدم برنامج او كورس عن التخسيس، فاول حاجه انت بتعمل محتوى للناس اللي هي نوت اوير، هي مش عارفه، هي بتتحرك بالعافيه، بتنام كتير، نوت اوير ان المشكله بتاعتها هي في السمنه. فانت بتقدم لها محتوى علشان تقول لها خدي بالك اللي انت فيه ده بسبب السمنه. فهي بقت ايه؟ بعد ما عرفت المعلومات دي بقت اوير، بقت فاهمه ان مشكلتها ده الدكتور فلان او الكوتش فلان قال بسبب السمنة. طب سمعت كده بقت انترستد اكتر، بقت عايزة تعرف اكتر. tell me more tell me more عشان المشكلة دي تتحل. tell me more تحليلك وتقييمك والتبس وتريكس بتاع المشكلة. طيب بعد ما الموضوع كبر في دماغها، بتيجي في مرحلة خلاص هي حاسة ان هي need this solution so much، فهي بتوصل لمرحلة evaluation، بتبتدي تقارن بقى. طب انا عايزه اخس لان انا عرفت ان عندي مشكله. طيب هل اروح جيم؟ هل اروح لدكتور دايت؟ ولا احضر الكورس والبروجرام اللي مقدمه الكوتش فلان؟ بتبقى في مرحله بتفكر بين الحلول اللي موجوده في السوق، سواء بقى كانت الحلول دي بالنسبة لك منافسة مباشرة أو تنافس غير مباشر. أوكي، وخلينا في حتة الايفالويشن دي كويس جدا، لأن اللي بيحصل كالآتي: انت واحد ابتديت مع العميل في بنوت اوير، وبعدين بقى اوير، وهوب ابتديت تعمل اعلانات يا جماعة تعالوا اشتري مني البروجرام. مجرد ما العميل داس على الاعلان بتاعك، كل الاعلانات التانية اللي بتتكلم في نفس التوبيك بتظهر له، لان الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي شغالة بالاي اي، بتفهم الكاستمر بيهيفير. الراجل ده والله او الست دي انترستد بالتوبيك ده، خلاص انا اظهر لها اي حاجة بتتكلم على التوبيك ده. فانت تكون يا حرام هاري نفسك علشان توصل للعميل، ويجي حد فاهم الماركت، عامل كورس مختلف، فاهم العميل كويس، وهو اللي يظهر في المرحلة دي ويقش كل التعب اللي انت تعبه. اوكي، فعشان كده من البداية لازم تكون عامل كورس قوي، كورس فيه innovation. ودي ادوات الابداع على فكرة، مش حاجة كده مستني إلهام سماوي، ده بيحصل الحمد لله، ولكن إبداع أدوات. فالأدوات دي يعني بتدرس. أنا في كورس عاملاه عن الإبداع وإزاي ممكن تجيب فكرة مشروع إبداعي، بس مش هو ده موضوعنا، لأن إحنا أهم حاجة إحنا عرفناها دلوقتي إنك تفكر وتفهم العميل، عشان ده هو اللي هيخليك تقدم حل مختلف. طيب بعد الايفالويشن عرف عنك اكتر، قدرت ترد على مخاوفه، قدرت تلبي توقعاته، تبتدي بقى تبيلد تراست، تبتدي يثق فيك، يثق في اللي انت بتقدمه. فبعد كده بيروح يعمل ايه؟ يشتري، وكمان يبقى بيشتري مرة واثنين وثلاثة، او بيشتري البرنامج الاول والبرنامج التاني والكورس الاولاني والتاني، ويبقى فيه حاجة اسمها لويالتي. اوكي، ولاء العميل. خلاص، وكمان الورد اوف ماوس بيشتغل ان هو بيرشح الكورس بتاعك لناس تانية. حلو قوي. السر بقى اللي محدش هيقوله لك خالص، ازاي تخطف العميل او تجذب العميل من مرحلة الايفالويشن. ازاي اول لقاء بينك وبين العميل يبقى في الايفالويشن. اللي احنا قلناه من شوية مش غلط، حلو ان انت تسوق بالمحتوى، ودي احدى الاستراتيجيات، بس استراتيجية طويلة ومجهدة. حلو التسويق الالكتروني، مفيش كلام، بيجيب نتائج بيجيب نتائج، ولكن في طرق تانية اسهل ولا غنى عن استخدام الاتنين، لا غنى.
عايز تجيب فلوس وانت نايم، استخدم الاستراتيجية دي. ما عندكش وقت، ما عندكش مجهود، عايز افضل نتائج، استخدم الاستراتيجية دي، اللي هي ايه بقى؟ اني انا اقابل العميل وهو جاهز يشتري. انا مش هبدأ معاه من الاول اقدم له محتوى واقعد 3 4 شهور اكل دماغه علشان يفكر يشتري مني، لان هو جاهز عايز يشتري. هيروح فين؟ هيدور هو عليا. طيب، مهم جدا تعرف ان في نوعين من العملاء، وركز من فضلك معايا. في عميل هو بيدور عليك، وفي عميل انت بتدور عليه. تاني، يعني ايه الكلام ده؟ في عميل عارف ان عنده مشكلة، ففي مرحلة الايفالويشن بيعمل سيرش. هيعمل سيرش فين؟ هقولك كمان شوية بيعمل سيرش فين. بس هو اوريدي واخد قرار، انا محتاج الكورس الفلاني ده، انا عايز افضل الكورسات الموجودة في السوق اشتريها فورا. وعميل تاني انت بتدور عليه، هتدور عليه فين؟ في السوشيال ميديا، بتعمل على الانستجرام، على الفيسبوك، على تويتر او اكس دلوقتي، سناب شات، وات ايفر انت المنصة بتاعتك ايه. خلاص. طب احنا بقى يهمنا العميل اللي هو بيدور علينا واللي جاهز اوريدي يشتري، اللي بيعمل ريسيرش، اللي بيعمل سيرش. بيعمل سيرش فين؟ بيعمل سيرش على منصة يوديمي، اقوى منصة واكبر منصة فيها كورسات من كل انحاء العالم بكل اللغات. اوكي، بيدخلها الوف مؤلفة يوميا. او بيعمل سيرش على جوجل، او بيعمل سيرش على اليوتيوب لو محتوى مجاني. لكن لو عايز فعلا يستفيد استفادة حقيقية ويحصل على تحول حقيقي، فهو هيدور على يوديمي. وهو ده السر اللي محدش بيقولك عليه. للأسف ناس كتيرة واخدة فكرة غلط عن يوديمي. ناس تقولك كورسات يوديمي هي الكورسات $9 و10. الكلام ده مش حقيقي. ادخل في أي وقت ودور على الكورسات بتاعتي، مش هتلاقيها بالأرقام دي خالص. من $100 وانت طالع، بالمصري بتبقى أقل من كده. ولكن أنا في سيستم بقفل الاوبشن ده خالص عشان ما ابيعش كورساتي بارقام قليله. خلاص. وده انا هعلمه لك في الكورس بتاعي. اوكي. علشان بقى تظهر في جوجل انت محتاج تدفع فلوس كتيره جدا عشان تظهر في محركات البحث. واليوتيوب برضو نفس القصة، محتاج تقدم محتوى غزير جدا عشان تطلع في أول محركات البحث. ولكن يوديمي أنا هقولك على الأسرار اللي هتخليك الترشيح رقم 1 للمنصة. وهو ده السر، ان انت لو ظهرت في الصفحة الأولى ده معناه انك هتبقى أول خيار لعميل جاهز يشتري وجاهز يدفع، فمش هيفكر مرتين. اوكي. وده الاسرار اللي محدش هيقولها لك غيري انا في الكورس بتاع ازاي تعمل كورس وترفعه على منصة يوديمي وتبقى بتدخل $1000 في الشهر. وهنعرف التفاصيل كمان شوية. اوكي. طيب، يوديمي كمان ميزتها ان انت بترفع الكورسات فور فري، انت ما بتدفعش فلوس خالص. هم بياخدوا نسبة لو هم اللي هيبيعوا لك الكورس، لكن لو انت هتبيع الكورس فبياخدوا نسبة اقل بكتير. اوكي. دي الحاجة التانية، انت مش محتاج بقى ويب سايت وتكلفك ألوف مؤلفة، ومش محتاج اعلانات، ومش محتاج كل المصاريف والمجهود ده كله. كل اللي انت محتاجه ان انت تشترك معايا في الكورس، عشان كل الاسرار دي هقولها لك خطوة بخطوة، هيخليك فعلا تدخل فلوس وانت نايم، كأنك حاطط $1,000,000 في البنك وبتاخد ارباحها وانت مش حاطط ولا مليم. لك ان تتخيل انت حاطط $1,000,000، يعني كل شهر حوالي كام؟ 10,000 جنيه او اكتر. انا بعلمك تكنيك انك تدخل $1,000. $1,000 وبطريقة بسيطة جدا، انت نفسك مش هتصدق قد ايه هي بسيطة وقد ايه هي عملية. في ناس على يوديمي بتدخل ألوف مؤلفة زي الأستاذ ده اللي باع 669,837
يعني عنده 10 كورسات ودول الستودنت بتوعها. اضرب بقى في 2000 او ما يعادلها، يعني 2000. انا طلع لي ارقام بالست صفار. يعني فعلا ناس بتعمل ملايين ملايين، ربنا يدينا. انا ما عملتش طبعا الملايين عشان ما بقاش كدابة، ولكن الحمد لله ان شاء الله في الوقت اللي جاي يعني بنجتهد. احنا نثبت بس ان احنا ندخل $1000 كل شهر، ده انا راضية جدا. لو قدرنا نحافظ على المستوى ده، انا بعلمك ان انت كمان تقدر ازاي بدخولك على منصة يوديمي تقدر تكسب $1000 كل شهر. زي ما اهو انت اعمل سيرش تسويب المحتوى، هتلاقي انا الكورس بتاعي الترشيح رقم 1 في المنصة على 1441 واحد عملوا في نفس الكورس اللي هو التسويب بالمشاعر. ولو كتبت التسويب بالمحتوى برضو هيطلع في الترشيح الأول، يمكن ثالث أو رابع كورس. أوكي، هو السر ايه المفروض تعمله علشان المنصة تختارك وتطلعك في الصفحة الأولى. زي ما في ناس بتنجح، وانا عندي اكتر من 1400 ستودنت من كل انحاء الوطن العربي. في ناس ما بتعرفش تحقق نتائج خالص على يوديمي، وعشان كده في ناس تقولك يوديمي دي مش افضل حاجة. لا، افضل حاجة واكتر حاجة بتدخل دخل دولاري، ولكن اللي يعرف يستعملها صح واللي يعرف اسرارها، واللي ده اللي انا هعلمه لك خطوة بخطوة. طب دلوقتي لو انت جاهز فعلا تاخد خطوة حقيقية، تاخد نقلة حقيقية، بدل ما تقعد تحلم وتضيع وقت، خلاص انا بقولك الزتونة وخطوات عملية في كورس اسهل طريقة لتنفيذ دورة تدريبية وبيعها بدون ترويج. مش هتدفع اعلانات بجنيه. كل السر ان احنا هنقابل العميل اللي جاهز للشراء زي ما قلت لك في الصفحة الأولى. فأنا هعرفك إيه أهم الأسرار اللي هتخلي كورساتك تظهر في الترشيحات الأولى للمنصة، حاجات عمر ما حد قالها لك ولا سمعتها في أي كورس قبل كده. إيه أهم الأسرار اللي تخلي العميل يختارك ويفضلك عن المنافس، إزاي تبقى مميز وسط الزحمة دي كلها، بخطوات وأسرار وفورمولا هتبقى جاهزة تطبقها على كل الكورسات اللي بعد كده. ازاي تعرف توصل $1000 من بيع كورساتك على يوديمي. يعني دي افضل حاجة فعلا، انك انت مهما اقولك تبيع كورساتك بالفلوس والاعلانات هتصرف قصادها ألوف قد كده، لكن تدخل $1000 كل شهر وانت ما دفعتش جنيه، فاعتقد فعلا مفيش افضل من كده، لانك انت وانت نايم بتبيع كورساتك كباسيف انكم. هي المنصة اللي بتقوم بدور الترويج والبيع وكل حاجة، ولكن لازم تكون مهتم في بناء ورفع الكورس بطريقة معينة، وده اللي انا هعرفه لك علشان فعلا تقدر تحقق $1000. ازاي تجيب فكرة اعلان ابداعية لكورساتك، وازاي تبني دورتك التدريبية خطوة بخطوة. هتقول ايه في شابتر 1، هتقول ايه في المقدمة، ازاي تعمل سيلز فيديو، ازاي تعمل لاندنج بيج. كل الكلام ده بالتفصيل المملة هتعرفها معايا خطوة بخطوة في الكورس. ازاي تنفذ دورتك التدريبية من غير كاميرا، يعني ببساطة شديدة انا بقدم لك المحاضرة دي حضرتك شايفني، لا من غير كاميرا. مش شرط خالص تظهر بالكاميرا ولا التعقيدات دي. عايز تظهر بالكاميرا اتس اوكي، مفيش مشكلة، ولكن احنا عايزين طرق سريعة وسهلة وفي نفس الوقت جذابة. انا كمان هديك تمبلت جاهزة للباوربوينت تقدر تستخدمها، دي هدية مجانية في الكورس هتلاقيها على المنصة نفسها. تمبلت جاهزة بشكل احترافي عشان تخلي الكورس يظهر بشكل بروفيشنال. وكمان هناخد مع بعض خطوة بخطوة ازاي نعمل الكورس، وازاي نقسمه الفيديوهات، وازاي نرفعه بقى على يوديمي، وازاي نملى كل البيانات بتاعة اللاندنج بيج، والاهم من ده كله ازاي تحصل على ارباحك بالدولار، لو عايزه بالجنيه المصري او ما يعادل ما فيش مشكلة. طيب
الكورس ده عبارة عن 3 كورسات في كورس، يعني لو الكورس الواحد ب 2000 جنيه فيبقى ال3 ب6000 جنيه، لكن هو موجود على يوديمي ب2300 جنيه فقط، فقط لا غير، لأي حد عايز يشتريه في أي وقت. ولكن حصريا، ولأنك وصلت معايا للآخر، فأنا بقدم لك مفاجأة غير متوقعة. أول 5 هيحجزوا معايا الكورس هيكون حساب الكورس من 6000 ل 949 جنيه فقط، فقط. بس العرض ده لمدة 48 ساعة لأول 5 بس. معاهم هدية قيمة جدا اللي هو 1 to 1 كوتشنج، يعني هنبقى فوكس قوي 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 على الكورس بتاعك. لو في حتة انت متردد فيها، لو في حتة عندك اسئلة مش عارف اجابتها، انا معاك. انا اساسا ال1 to 1 كوتشنج اللي بياخده حد معايا استشارة قيمتها 2200، انا بقدمها لك فور فري لاول 5 فقط. للحجز والاستعلام اتصل بالرقم الموجود على الشاشة. وبالتوفيق للجميع، وأتمنى تبقى من الناس المحظوظة اللي فعلا هتاخد خطوة عملية، وبعد أسبوع واحد لو طبقت البروجرام بتاعي في الكورس فعلا هيكون مع عندك أول كورس بيتباع وانت نايم، وبيدخلك $1000 في الشهر من غير أي إعلانات. بالتوفيق للجميع، وأشوفكم في الكورس. شكرا.